بصراحة اللي انا شفته النهاردة نشف ريقي، والاسعار الله يكون في عون الناس جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. اللي اول مرة اشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. تعالوا شوفوا الاسعار الجميلة. حبة المسحوق ده كيلو رابسو ب25 جنيه، وكيس اوكسي ب35 جنيه. يعني نقوله كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه. وجبت باكو شاي وكيس بن. كيس باكو الشاي ب25 جنيه او ب24 جنيه. كيس البن ده تلقيمتين، يعني الواحد مش بيجيبه الا للضرورة، يعني يكون عايزة رايحة الشغل بدري وعايزة فوق كده، فبضطر اخد ايه، واحد اهو مظبوط. تمام. فالمسحوق وباكو الشاي وكيس البن الصغنن ده عاملين 110. اه والله. تعالوا بقى للطماطم. الطماطم بقت اغلى من التفاح. تفاح ايه؟ بصوا، كيلو طماطم ب25 جنيه المستوية، مش الحلوة، المستوية. انا جايباها اصلا وبقول ربنا يستر. تمام. وجبت بصل بقى، يعني البصل كان ارخص حاجة كيلو ب15 جنيه. تمام. فانا طبعا عشان كان عندي اكل بيت امبارح ووفرت مصروف امبارح، فنزلت النهارده عشان خاطر اجيب الحاجات اللي ناقصاني في البيت. تمام. جبت ايه كمان؟ تعالوا انا اقول لكم جبت ايه كمان عشان ايه تندهشوا معايا. جبت نص كيلو بتنجان. بحب اعمله مخلل يعني. ب12 جنيه. تمام. والفلفل نفس الطريقة، يعني ب24 جنيه. جبت نص كوبي على اللي هو الحامي ده. وجبت البطاطا كيلو ب12 جنيه. تمام. جبت 2 كيلو ب24 جنيه. الخضار بقى كله عامل معايا 100 ايه، 160 جنيه. يعني حبة الخضار دول 160 جنيه. زي ما انتوا شايفينهم كده. والمسحوق لوحده مع باكو الشاي 110. فاجمعوهم كده ايه مع بعض وشوفوا هيبقى يدوكوا النتيجة كام. والله يكون في عون ابو الولاد وابو العيال وكل الناس. المهم، ايمن جالي وكان جايب لي كرشه بالليل، وقال لي ماما ايه، انا نفسي اكل كرشه من ايدك اعملها لي. فانا هجيب لك الحاجات معايا. صراحه انا قلت له لا يا حبيبي انا عندي، ورحت بقى ايه عملت شمرون وجبت الحاجات اللي ناقصاني وجيت. خلاص كده. تعالوا بقى نشوف هنعمله ايه. جبت الحله اللي هي الضغط دي مش بتاخد معايا وقت في السوا، على طول تاخد لها نص ساعه كده في السوا، وتخلي الاكل بيبقى جميل جدا. دي الكرشه. انا خليته جبالي بالليل ليه؟ عشان انا اقوم بدري امسكها اشيل الجلد اللي هو بيبقى الزياده ده، اللي بيبقى فيه حته دهنه، حته صفاره، اي حاجه بشيلها نهائي. اطلع كبشه كده منها من النظافه، وبعد كده اغسلها غسله واتنين وتلاته، واحط لها بقى ليمون، واحط لها معلقه طحينه، واحط لها معلقتين دقيق، والفهم في قلب بعض كده واسيبهم اتنقعت. يعني أنا رحت جبت الخضار وجيت ورصيت الخضار وهي كانت ايه منقوعه. هنشطف بقى نديها بقى غسيل، خليها تعوم وتبقى ما فيهاش ريحه وتبقى فله. ما كانتش الكرشه تبقى بالشكل ده كده، تبقى بيضه وزي القشطه وما فيهاش ريحه، ما ينفعش تتاكل. ولا هي ولا البومبار بصراحه يعني. يعني البومبار كده لو انا قربته على بقي وحسيت انه طالع منه ريحه، من رابع المستحيل ان انا اكله. حتى ايه والكرشه ولحمه الراس والحاجات اللي هي بتبقى زي دي بتبقى عايزه اهتمام جامد جدا بالنسبه للغسيل. يعني زي ما انتم شايفين كده عماله افضي واغسل، رغم ان انا غسلاها الصبح ومنضفه كل الزيادات اللي فيها ونقعتها. فده بغسلها من المحلول اللي انا عملتها فيه. هنعملها بايه النهارده؟ هقول لكم بقى طريقه صعيدي كده معتبره اللي احنا نعمله بيها، واللي احنا بنحبها بصراحه. وعشان كده ايمن طالع لي في الحته دي في الاكل ده. شايفين فاطمه ان جالها انتفاخ، مش عارفه زادت ليه بالطريقه دي. بصوا، تلاقي الميه كده قشطه، تلاقي الميه قشطه، وتلاقي الكرشه بقت قشطتين. تمام. نصفيها بقى في المصفى، تنزل الميه بتاعتها والميه تبقى شمعة منوره. طبعا كل ده مستنيين الحله ان هي تغلي على النار. هنا بصبن بقى اول باول عشان ما يبقاش عندي كركبه والدنيا ايه تبقى بايظه حوالين مني. يعني اول باول كده نصبن الحاجه كويس جدا. خلاص كده. هتعملي ايه تاني يا فطومه؟ خلاص يلا بينا نشوفوا فطومه هتعمل ايه. هنطلع الخلاط بتاعنا عشان نضرب الطماطم بام 25 جنيه. اجيب كده 2 كيلو طماطم ب50 جنيه ليه؟ ليه يعني؟ جبت كيلو تفاح وجيت. المهم،
زي ما انتوا شايفين غسلنا الطماطم، هنعمل بقى اللي هنقدر عليه، ونشيل جزء كده ينفع في اي حاجة بقى، حتة جبنة بتاع كده يعني. ودي كمية الطماطم، طبعا هي مستوية، فانا ببقى قلقانة وخايفة من المستوية، عمالة بفتح وابص افتح وابص واقول يا ربنا يستر، والحمد لله على كل حال. يلا يا فاطمه، يلا نضرب الطماطم بتاعتنا. وفاطمه بتاكل في نفسها اصلا، بس المريله عامله شغل معاك يا فاطمه. الخلاط وقف من خضة الطماطم من ب50 جنيه. تمام، ظبطت الخلاط وادينا هنضرب الطماطم بتاعتنا ونعمل الاكله الجميله ديت زي ما انا قلت لكم على الطريقه السعوديه، يا رب تعجبكم. يلا بينا على البوتاجاز، يلا يا قلبي. هنا حمرت بصلايه ونزلت عليها بمعلقه توم، شوحتهم ريحتهم طلعت، رميت عليهم معلقتين شويه فلفل مقطعين. وادي الكرشه، بصي بتشف وترف وما تاكلهاش الا لما تبقى كده فله. حطيناها على النار. الطبق ده بقى فيه واحده لومي لومي وطماطمايه وبصلايه حلوه كده معتبره، ملح فلفل اسمر، حبهان ورق لوري. اقفل يا بنت الحله، اكمريها يا فطومه نص ساعه كده هتستوي، تبقى زي الفل معانا. تمام. وبرضو ايدينا في البصله اللي احنا بنشوحها بالثوم وبالفلفل دي، بيبقى طعمها جميل جدا. دي الطماطم صفيناها. حطي بقى ايه في الطماطم بتاعتك، الملح، حطي بابريكا. وايه تاني يا فاطمه حطيتي؟ ايوه، ده شويه سكر، شويه سكر عشان تظبط معاكي الصلصه وتبقى ما تبقاش مززه وطعمها جميل جدا. دي اول مرحله في تظبيط الصلصه، لسه ليها مراحل تاني، فتابع الفيديو. وطبعا قلنا يعني هنعمل فريك. المفروض الفريك ده بيتغمس، فانا قلت اعمل كوبايتين رز عشان ربما ايمن عايز رز او حوده الكلام ده كله، فحمرتهم كده في بعضيهم. تمام. هننزل بقى عليهم بكوبايتين الميه ونسيبهم يستووا. ومعرفش فاطمه راحت فين، تقريبا راحت تجيب الميه، ولا هي نسيتني ولا ايه، مش عارفه. فينك يا ست كتكوت؟ اهي جات فاطمه. اديها تقليبه، قلب بقى لغايه لما الرز يتحمر معانا كده عشان تبقى الحبايه حلوه. كوب بقى الميه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ما ينفعش طبعا تتعمل بالشعريه عشان الاكله اللي احنا عاملينها اصلا مش نافع معاها رز، هي تتغمز مع البتنجان المخلل كده تبقى تحفه. بس احنا نعمل ده الكشك بقى، يا عيني على الكشك ده، قلبي يا ناس. الكشك الصعيدي ده اللي انتوا شايفينه ده بيتبل في الميه ويتغسل كويس جدا مره واتنين وتلاته، وسيبيه في المصفى يتصفى. تمام. هنقول لكم بقى نعمله بيه ايه. هنا طبعا عندي طبق الجوافه ده، كان حوده جابولي بالليل، فصبح الصبح لقيتها ايه لونها كده ايه متغير، وكان فيه 3 منجات كده برضو ايه قربوا ايه يستوي، بس هما نضاف والله العظيم جميل جدا يعني. انا مش هعمل حاجه وحشه. فهقول لكم بقى نعمله بهم ايه. واوعي ترمي حاجه ادام هي فله من جوه، مفيش اي مشكله. اي بصي قشرتها بقت بيضه ازاي، يعني الحته اللي تلاقيها ملدوعه كده صفرة قشريها خليها بيضه زي الفل، وقطعيها وبصي جواها وحطيها في الخلاط. تمام. هنعمل بقى الكميه دي. ودي المنجتين المستويين برضو هنقطعهم. خلاص تعالوا يا قلبي بقى هننضف اللي جنب مننا، واول باول ننضف، ما نخليش اي حاجه مش حلوه حوالين مننا. تمام. نحطهم جوه الحوض. ودي دي ايه، والله تهت يا جماعه. دي هي خضرة وانا بحبها ايه، تبقى عامله زي الليمون كده حلوه. مانجا، مانجا خضرة. بصوا بقى، حطيت الجوافه وحطيت المانجا وحطيت السكر زي ما انتوا شايفين كده. حطيت اللبن يا فطومه. استني فاطمه نشوف هتيجي تعمل ايه. اهي كوبايه اللبن، وممكن تزودي ميه. تمام، يعني ممكن تحطي نص لبن ونص ميه، اللي يعجبك اللي متوفر عندك اعمليه. فاطمه بتاكل المانجا الخضراء عجبتها، ناشفه كده وطعمها حلو ومززه، مبسوطه بيها. وعملت العصير بقى اللي هو بالمانجا والايه والجوافه والسكر وشويه لبن وشويه عسل، جميل جدا ومفيد بقى للاولاد، وتغذي انت وجوزك وولادك. لم بواقي الفاكهه اللي موجوده في البيت واعمليها عصير، والله العظيم تبقى في الاخر تحفه وجميله جدا. خلاص كده، خلاص نسكت. لا انا اجيب المصفى بتاعتي دي، وطبعا مش هينفع اصفي في الكوس، فنجيب حاجه واسعه، بوله كده واسع، نرغل فيه العصير بتاعنا يطلع كل
الحاجات الناشفه اللي هي كانت في قلب البذر بتاع الجوافه ده، بس مفيش الا البذر بتاع الجوافه، مفيش حاجه تانية هتنزل يعني. خلاص كده نحط شويه ميه كده نمصمص الكوز ونروحوا ايه مصفينه. خلاص كده يا بنات ارمي يلا في الحوض. بص العصير بقى تحفه، يعني اللي يشوفه مبقاش عارف ده ايه. ودي البطاطا غسلناها بالليفه نضفناها خليناها فله. وده البتنجان قليناه. يلا بينا نحط البطاطا في الفرن. وده الفريك الصعيدي بعد ما غسلته وصفيته والتسبيكه استوت وبقت جميله جدا. حطيتهم على بعض وحطيت عليهم كمان كوبايه ميه، طبعا لسه ليه مراحل. انا هديله غلوتين. تمام. وده كمون عشان تبقى كمونيه وانسى. شويه فلفل اسمر. معانا مع بعض كده خطوه بخطوه. حبه بابريكا. تمام. برضو هنسيب الكشك الصعيدي يستوي. الناس اللي عارفه الكشك الصعيدي يستوي في قلب التسبيكه. ونرجع لبعض تاني للخطوه اللي بعد كده والاخيره. والرز استوى والكرش كمان استوى. ودلوقتي هنفتح عليها اهي. طبعا سيبنا الحله الضغط تتهوى وطلع اللي فيها. وبقت على البوتاجاز عشان فطومه فتحت مره واحده. الكرشه بص بقت جميله مستويه ودايبه دوب. حطيناها فوق ايه فوق الكشك. هما اسمهم قريبين من بعض كرشه وكشك. يا سبحان الله. اهي نطلع بقى كل ده. خلاص تعالوا بقى نقلب الكشك بتاعنا مع الكرشه تقليبه. تعملي ايه تاني يا فطومه؟ تعالي وانا اقول لك التكه الاخيره اللي تخلي طعمها جميل جدا. حطي حبه ميه واديها تقليبه. استنى نشوف فطومه هتبهرنا دلوقتي. هتجيب ايه معاها دلوقتي؟ تمام. جابت علبه الثوم. حطت معلقه ثوم على وحطت كمون بقى والبهارات والكلام ده كله. ودي البطاطا استوت وبقت تحفه زي ما انتوا شايفين كده مشويه. بطاطا مشويه في الفرن من غير بقى لا جرايد ولا زيت ولا ورق ولا صواني ولا سجات ولا حاجه ابدا. انت اغسليها كويس وسيبها تنشف وحطيها على الشبكه بتاعه الفرن البوتاجاز في النص. وسيبيها بقى تستوي. وبعد كده تقلبيها على الجنب التاني هتلاقي البيت كله ريحه بطاطا مشويه. وده البتنجان بتاعنا خللناه وعصرنا عليه الليمون. طبعا انا كنت مخلله اصلا، يعني كان عندي فلفل مطحون بالثوم والزيت. خلاص عملنا البتنجان. نغسل بقى ايدينا. طبعا كان هنا صلاة الجمعة وجب. فروحنا بقى ايه اتوضينا وغيرنا هدومنا وصلينا ولبست بقى الهدوم ديت والخمار والكلام ده كله. فقلت ايه اعمل لكم بقى اللقطات في الحاجات الاخيره ان انا اخلص الطبقين اللي ورايا ويبقى الحوض فاضي عشان لما تيجي هاجر ان شاء الله يبقى البيت نضيف. وانا قعدت افكر اعمل لها طب اكل ايه. هي اصلا مش بتاكل الكرشه ولا الكلام ده كله. فعملت لها كيس مكرونه اقلام كده وانا واقفه. وطبعا ما خدتش بقيه الطماطم. خدت معلقتين صلصه من البرطمان بتاعي المعتبر ورحت تك تك عاملاها ببعضيها وكانت تحفه. عجبتك ولا ما عجبتكيش؟ لا طعمها حلو بجد. كانت جميله. تسلم ايدك يا ماما. الله يهنيك. وايمن جاب لها بانيه ورحنا عملناه. طبعا هتشوفوا الطريقه عندها في القناه بتاعتها. وما تنسوش تعملوا لها لايك وتشجعوا هاجر عشان ما شاء الله الايام دي الحمد لله ان ربنا كرمها وسابت الخجل بقى من الكاميرا وبقت تتعامل وحبتكم وحبت اليوتيوب. فشجعوها ربنا يكرمكم يا رب. خلصنا كده الحوض بتاعنا زي ما انتوا شايفين. خلاص كده نشف بقى الرخامة بتاعتنا ونبدأ نحضر الأكل بتاعنا كده علشان خاطر لما يجوا نتغدى ايه كلنا ايه مع بعضينا. خلاص كده يا بنات. يلا لم بقى عدتك يا فتومة ويلا بينا. مرحبا. الغدا بحمل اكل بليل. انا هشتكي لكم انتوا لحماده واللي بيعملوا فيا. الولا كل ما يجي واخده بالحضن بقى وبشوق واشتياق والكلام ده كله. اول ما يشوفني ويقعد يصوت ويمسك امه ويمسك في ابوه. ينفع كده؟ ما ينفعش. يجي يقعد مع تيتا شويه. قلت له اصبر بس على لما امك تخطبك هاخدك اقعدك اجباري. قاعد بره مع ابوه اهو شابط مع ابوه. عملنا الغدا هو عشان يلا يا بنات بصوا كشك بالكرشه ومكرونه وفراخ وبانيه اهو يا بنات.
ده غدانا النهارده. يا رب الكرشه تعجبك. دي الكرشه اللي ايمن جابها ونضفها لي، عملتها له بالكشك الصعيدي ورز ابيض بقى وبتنجان مخلل، وعملت المكرونه الهاجر وهو جاب البانيه معاه عملته لهم. وده غدانا النهارده. يلا ما تنسوش تعملوا ايه؟ لايك وشير وكله في الخير. يا رب. انت مش باين اهو ده اصلا، لما تقعد بسلم عليهم. يلا.